يا سويس انت شغال ايه بالظبط في ايطاليا؟ انا النهارده جاي الحم شويه الحديد ده، الحم اللي اتربى ده. بكره هروح اكسر، بعده هروح اغفل، بعده هروح امحر، بعده هروح ادهن. اي حاجه دم بالحلال وما بكسرش عيني، بطلع اشتغل في اي حاجه. بس انت هل تعلم ان احسن شغلانه هنا في ايطاليا اللحام؟ اللحام ساعتك ممكن توصل فيها 15 20 يورو. انا مش لحام، انا اطلع الحم حتتين حديد بس عشان اثبت بهم اللي هو الكمر ده اهو وخلاص. ساعه اللحام هنا بتوصل ل 15 يورو 20 يورو لو انت لحام محترف. فاشتغل اي حاجه يا صاحبي. هنا في ايطاليا مفيش حد بيختار شغله ولا حد بيختار سكنه. يعني ممكن تلاقي واحد خريج كليه تجاره شغال في محل حلاقه، ممكن واحد تلاقي خريج كليه هندسه شغال في المعمار. فهنا يا صاحبي انت بتحب ما تعمل، عشان لو ما عملتش مش هتلاقي تاكل ولا هتشرب ولا هتعمل اي حاجه. مجبور تشتغل. وما تقولش على الشغل عيب ادام حلال. انا اشتغلت هنا بسلك مجاري وشغال في اي حاجه. حد يجي يلحم معايا.